عليك على مرورك، وتحياتي كما ذكرت أنت أيضا. الأخت فلة، وبارك الله فيك وشكرا ليك، وربي يحفظك ويبارك فيك ويطول في عمرك أنت أيضا وأختنا الكريم. أحمد، تحياتي ليك أخي أحمد، وربي إن شاء الله يجعلنا كلنا مساهمين فيما يؤلف بين القلوب، لأن الوضع خطير يا جماعة. ما تتخيلوه أن الوضع مثل ما وضع السبعينات، لا، الوضع الآن أصبحت الدول مهددة في وجودها وحدودها. العالم متجه نحو تغيرات وانفجارات كبرى، الحلفاء صاروا يغدروا ببعض. العالم جاء موعد التغيير، العالم شئتم أم أبيتم، هذه إرادة رب العالمين. العالم يتغير، ومن لم يغير سيتغير. يا سعد من يستغل الفرصة ويحدث التغيير حتى لا تكون الضربة قوية، ويا سعد من تكون علاقته جيدة مع جيرانه، يأمن حدوده. لا داعي أن نفتح جبهات، الجبهات تفتح علينا أن نرمم وضعنا وأن نغلق الجبهات التي لدينا، ودون ذلك صدقوني سندخل في منعطف لا تحمد عقبه. الأخ محمد من الداخلة، محمد زنيد، شكرا لك أخي محمد وربنا يحفظك. عبد القادر العسيلي يقول تحياتي أخي أنور، كلما أمعن النظام الجزائري في سياسته الحالية كلما عانى الشعب البريء، أن نتمنى من الله أن يكون في عونه حتى يتخطى هذه المرحلة الحرجة بدون مشاكل. اللهم آمين أخي الكريم. والوضع معه رماه على ما يرام، والعسكر يعتقدون بأنه في فتح الجبهات والتصعيد هذا ممكن جدا أنه يأمنوا الوطن. صدقوني لا أمان للوطن إلا بأبناء الوطن ولحمة أبناء الوطن ومع جيران الوطن. ما أجمل أن يكون جارك يحرص على أمنك وأنت تحرص على أمنه. أما الغدر بالجار والكيد للجار واستهداف الجار والعنطريات الفارغة هذه اللي لا تصلح لا للجار ولا للمجروح، أعتقد بأنه والله ستكون عواقبها وخيمة. صالح إبراهيم يقول للأسف بعد انقلاب التسعينات واستيلاء ميليشيا السلطة والجزائر تقفز من مستنقع عذر إلى أكثر قذارة، بعد كل هذه الأخفاقات قداسة للعسكر والبوليسار. أخي إبراهيم، صالح إبراهيم، لا تعتبر أنه ما حدث في التسعينات هذا هو منعطف الدولة، لا أبدا. الجزائر دخلت هذا النفق منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة، ثم ذلك الانقلاب جيش الحدود على جيش التحرير. منذ ذلك الحين بدأت الانحرافات، وإن كانت في مراحل معينة لا تظهر بسبب الهالة التي كسبتها الجزائر بعد الاستقلال وما إلى ذلك، ولكن الحقيقة هذه انقلاب 92 ما هو إلا منعطف يضاف إلى كثير من المنعطفات التي سبقت. تحية أخي أنور حسان زرهادنا حسان، شكرا لك أخي حسان، وربنا يجيب الخير بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم إخواني جميعا. عبد السلام تاسي، محمد بن علا، إدريس، الأخ دبشي محمد، السلام محار من ميلان لك أخي أيضا، لك ولكل جاليتنا الجزائرية والمغربية والتونسية والموريتانية والليبية وكل الجالية العربية اللي موجودة في تلك المنطقة. خلاص إبراهيم، شكرا لك، تحياتي ليك يا أجمل ديكور، وكل الإخوة نور الدين، نيرفانا، عايشة، نيرفانا، عيشة، كلكم بارك الله فيكم جميعا ومرحبا بكم. وخلوا الآن ننتقل إن شاء الله لتناول هذه المواضيع، وسنعود في نهاية هذه الحلقة إلى بعض التعليقات.
شكرا لكم إخواني الكرام، خذينا عدة مواضيع، نكتفي بهذا القدر، نأخذ بعض التعليقات. بارك الله فيكم، وثم نختم هذه الجلسة الطيبة ونلقاكم إن شاء الله. شوف هذا وش يقول خاطري: نحن الصحراويون أبناء الساقية الحمراء ووادي الذهب مستعدين لدفاعنا الدفاع عن صحرائنا المغربية، وعاش الملك. شوف ترى، خلينا نشوف. خلينا نشوفوا كاش ما نلقوا. هذه كلها نقاشات الناس راهم في بعض. حياك الله أستاذ أنور مالك، بارك الله فيك أخي الكريم. سنقريح قوي فريد قوي. اللي ترى كاش ما نلقوا. ما أستاذ يا أنور، إنها مجرد مسرحيات. كم مرة حرك شنقريح الجيش قرب الحدود؟ كلما زار مسؤول فرنسي المغرب يحرك شنقريح الجيش نحو الحدود. ما اللي جاء وزير التجارة الفرنسي شنقريح دار مناورات قرب الحدود؟ هذا وجهة نظرك، ولكن وجهة نظري تختلف كبيرا. ما هؤلاء راهم بيادق في منظومة عالمية تستحق وتريد حروب هنا وهنا. هذه هي المشكلة الكبيرة اللي لا يمكن تجاهلها. أخ نور الدين، شكرا لك، بارك الله فيك. ما حب شيء، واش بيه. رشيد: أصبت العسكر في مقتل الذباب العفن يحاول التقليل من ذلك برسائلهم. ما عليش، واش راح نديروا له. نور الدين، شكرا لك أخ نور الدين. المصطفى الحوزي: تحياتي أستاذ أنور. ما بارك الله فيك أستاذ، بارك الله فيك أخي مصطفى، ربنا يحفظك. فيها يونس الدهبي: حفظ الله أخي أنور مالك. الله يحفظك أخي الكريم، وربنا يبارك فيك. خلي نشوفوا كشو ما نلقوا. يا واش راح نديروا؟ كلها سب وشتم وكذا وكذا. هشام يقول: أنا أعيش في إيطاليا، وهذه الصحيفة تضم أساتذة في الدراسات الاستراتيجية الدولية، وكل كلام مبني على دراسات المخابرات الدولية ومنها المخابرات الأمريكية. شكرا لك الأخ هشام، بارك الله فيك. خديجة تقول: لا أحد يتمنى الحرب، ولكن إذا فرضت علينا سيفاجؤون وسيهزمون شر هزيمة. صدقوني، إذا غامروا بالحرب أول من سيصفعهم الشعب الجزائري، لأنهم ما عندهم حتى شرعية، وما عندهم حتى شعبية، وما عندهم حتى قيمة بين الجزائريين. الجزائري بطبعه يدافع على بلده بكل ما أوتي من قوة، ولكن مستحيل يثق في هذا النظام. مصطفى قال: أخي أنور، الله يحقق أمنياتك في التصالح الشمال إفريقيا. يا رب، آمين يا رب. شكرا أخي مصطفى. فريد يقول: أستاذ أنور، الله يهديك، ارجع إلى الله. آمين فريد ببكر، الله يهدينا جميعا ويصلح حالنا ويهديك أنت أيضا، وشكرا على هذه الدعوة الجميلة. علي قال لك: النظام الجزائري يريد حرب لأن المغرب ينظم كأس العالم. ممكن قبل كأس العالم بأيامته يفسدها. هذا قال لك محفوظ هذا همية ولا حمية ولا أنور مالك تسبب في مقتل اللبنانيين. لا، أنا اللي قصفته. أنا نشرت تغريدة، إسرائيل قرأت التغريدة نتاعي، وهكذا يقولوا اللبنانيين. تخيلوا، أنور مالك نشر تغريدة على واحد المنطقة قال راهو فيها أسلحة، إسرائيل راح قصفته. هنا عندي تأثير لهذا الحد، يعني جيش إسرائيلي اللي راح قتل إسماعيل هنية. هذا كذا يقولوا، هم اللي يقولوا قال قتلته إسرائيل في قلب طهران عند الحرس الثوري، وقتل الرئيس
الإيراني فلقت به الطيارة، وقتلت الآخر العاروري في قلب الضاحية، وقتلت حسن نصر الله في مخبأ. وهذه كل وراه يتبع في أنور مالك لأنه تغريداته مهمة. والله أعطيته لنا واحد القيمة ما عندناش. الله يسامحك. فاروق راك غالط، الجيش والشعب يد واحدة. لا يا فاروق، الشعب الجزائري يحب جيشه، لكن يكره هذم الجنرالات اللي راهم تحكموا في القرار. وأنا نكره الجيش الجزائري؟ لا، جيش بلادي نعتز به ونلت شرف يوما ما أني خدمت فيه، ولكن المشكلة عندما نتذكر بأننا خدمنا مع ناس لا شرف لهم، غير بزاف. وهذم اللي تشوف فيهم يصنعوا القرار كانوا يوما ما بينهم نقعدوا مع بعضنا ونلعبوا في الدومينو مع بعض. الله المستعان، الله المستعان. أنت ترى بعين ونحن نرى بعين، أنت ترى بعاطفة وأنا أرى بعين من يحاول أن يستبق العاصفة هذه. شكرا لكم إخواني الكرام، بارك الله فيكم. تحية لك الأخ عمر، وربنا يحفظكم جميعا. أنا طولت عليكم كثير، وإن شاء الله نلقاكم بإذن الله تعالى في موعد آخر. وربي يستركم جميعا، ونشكركم على المتابعة والسهرة معنا، كما نرجوكم والرجاء لله وحده أنكم لما هوش متابع هذه القناة يتابعها ويفعل الجرس حتى يأتيكم الجديد. هذا لأننا إخوان فيه تبليغات على القناة لا تتوقف، على الأقل نحمي هذا المنبر الذي نتحدث فيه إليكم.